السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وقاع مهنيين. اليوم جبت لكم وجبة عشاء او قراتة ساهل خفيف ظريف 5 دقائق ولا 10 دقائق وهو وجد. ما ياخدش معكم كامل الوقت ويجي بنين بالبزاف، يهبل يهبل يهبل. نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ونروحوا لطريقة التحضير. هنا نديروا المقلاة تسخن، نديروا فيها شوية نتاع زيت ولا زبدة، ونديرو ربع زر نتاع الدجاج قطعته الى مرصويات كما راه موضح امامكم. نقلو شويه ونخلطو بالملعقه خشبيه هكذا باش ما يلصقناش الدجاج تاعنا. وحبيت نشكركم كامل على الدعم تاعكم وعلى التعليقات الايجابيين الشابين كيما نتوما، ربي يخليكم ليا. نرحب كامل المشتركين الجدد ونقول لهم مرحبا بكم في قناتي. نقول لكم ما تندموش على الاشتراك تاعكم، عادي تشوفوا غير جديد منا وهاك ان شاء الله. نتمنى تزيدوا تدعموني وتديروا لي لايك وتبارطاجوا مع احبابكم هكذا باش تكبر قناتي وتزيد نجيب لكم الوصفات غير ساهلين. هنا بعد ما تقللنا الدجاج تاعنا شويه كما راكم تلاحظوا، نضيفوا له شويه نتاع لي زيبيس، شويه كركم، شويه سكينجبير، شويه فلفل اكحل، ونحركو مليح مليح بالملعقه خشبيه هكذا باش كامل هذوك لي زيبيس يتقلاو مليح ويطلقوا لنا هذيك البنه الشابه. وهنايا نضيفوا له شويه نتاع الملح ونخلطوهم مليح مليح، خلوه يتقلى باسكو كامل البنه راهي فيها التقليه. وهنا النار تاعكم تكون متوسطه ما تكونش قاويه، باسكو الا قويتوا النار راهم ينحرقوا لكم هذوك لي زيبيس ويطلقوا لكم المروريه. وضفنا نصف حبة نتاع بصل قطعناها الى قطع صغيرة كما راه موضح امامكم، ونزيدو خلوها تتقلى مع هذاك الخليط. وهنا ما تخافوش منها كي تشوفوا المقله تاعكم لصق فيها شويه نتاع لي زيبيس، باسكو غادي نضيفوا الماء وكل شيء يطير، هذيك البنه كامل تبقى فيه. وهنا في هذه المرحله ضفت الثوم بودره، واذا كان عندكم سنينه نتاع الثوم ضيفوهم في بلاصه الثوم بودره. وزيدوا خلوهم يتقلاو غير شويه، ونضيفوا عليه نصف كأس نتاع الماء هكذا باش نضمنوا الدجاج تاعنا باللي راه طايب. نخلو الدجاج تاعنا يطيب على نار متوسطه ونروحوا نحضروا لي بات. هنا في هذه المرحله خديت كاسرونه درت فيها شويه نتاع الماء خليته يغلي، وضفت عليها كميه من لي بات اللي تكون متواجده عندكم تقدروا ديروها، وضفت عليها مغرف صغيره نتاع الزيت هكذا باش نضمنوا لي بات تاعنا ما تلصقناش. وهنا نروحوا للدجاج تاعنا كما راكم تلاحظوا راه طابلنا وشرب كامل هذاك الماء. ضفت له سنه نتاع الثوم ربيتها وخليته يزيد يتقلى امامكم. وهنا في هذه المرحله خديت نصف كأس نتاع الماء، ضفت عليه مغرف صغيره نتاع فرينه، خلطتهم مليح مليح وضفتهم للخليط تاعنا. وضفت كميه من الجبن اللي يكون متواجد عندكم، انا قطعته الى مرصويات هكذا باش يذوب لنا خفيف. وما نوخروش يدنا من المقله، نقعدو نحركو كيما صوص بيشاميل حتى نتحصلوا على صوص بيشاميل تكون ثقيله وعاقده وتجيكم واحد البنه. يا البنات غير جربوها بلا ما ديروا بيشاميل وحدها، درناها في المقله هكذا باش تاخذ لنا كامل هذيك البنه نتاع اللحم ونتاع لي زيبيس اللي درناهم. وبلا ما نكثروا على رواحنا لماعين، في مقله واحده درنا كلش. وفي هذه المرحله ضفت عصره نتاع الليم تعطيها واحد البنه. يا البنات ما تامنوش، غير جربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات. ونخلطوها مليح مليح بملعقه خشبيه كما راه موضح امامكم، ما حبش كامل التخلاط هكذا باش ما تلصقليش لا فارين. كي نحسوا الخليط تاعنا تقل شويه وكامل هذاك الفرماج دبنا، نطفوا عليها الغاز او النار ونخلوها بجيه. وهنا نروحوا للباط تاعنا بعد ما صفيتها من الماء كما راه موضح امامكم، خليتها ميم كاسرونه نتاعها، درت فيها ملعقه صغيره نتاع زبده او المارغرين، وضفت لها رشه نتاع سكينجبير ونص حبه جامبو. كما لاحظتوا كي درت لي بات طيب ما درت لهاش الملح، سي بوغ سا ضفت لها في هذه المرحله جامبو. وهاد الخلطه اللي عطيتها لكم نتاع جامبو شويه سكينجبير ملعقه صغيره نتاع دهان تعطيكم واحد البنه، تقولوا ناكلوها غير هكذا بلا ما نديروها في لاصوص، ناكلوها غير هكذا. نتمنى تجربوا هاد الطريقه وتخلوا لي رايكم في التعليقات.
وهنا جبت بلا اللي يدخل للفوق، درت فيه شويه نتاع لاصوص اللي كنا وجدناها، وحطيت لي بات نتاعي، وعاود ضفت الكميه اللي بقات نتاع لاصوص بيشاميل اللي خدمناها. وهنا ضفت لها شويه نتاع الفرماج، قطعتهم الى مرصويات كميه قليله ماشي بزاف. تقدروا ما تضيفوهاش في هذه المرحله باسكو اختياريه، غير هكذا وتجيكم بنينه بالبزاف. وهنا في هذه المرحله كطبقه اخيره ضفت لها الفرماج رابي، الفرماج اللي يكون متواجد عندكم، غير باش يمد لنا هذاك المنظر الشباب، وتانيك الفرماج لا كان بنين يمد لكم جو رائع. وفي هذه المرحله نكونوا مشعلين على الفرن تاعنا هكذا باش يسخن، وندخلوا البلاط تاعنا يطيب. لا راه كل شيء طايب، غير يتحمر ياخذنا هذيك التحميره شابه ويزيد يتقراتينا ويعطينا بنه شابه. نتمنى تجربوا هذه الطريقه اللي سهله بالبزاف وتجيكم بنينه 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 ما تامنوش، قد ما تاكلوا منها ما تشبعوش. وهنا قطعت لكم مورسو كما راه موضح امامكم، شوفوا كي جات الله يبارك، تجيكم معسله ولا مشربه وتجي بنينه بالبزاف. نتمنى تجربوا هذه الطريقه وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش بلايك شابه وتبارطاجوا مع احبابكم هكذا باش تكبر قناتي ونزيد نجيب لكم الوصفات غير ساهلين وخفاف ظراف. والبنه ما نحكي لكمش، شوفوا كي جات الله يبارك. نتمنى تجربوها، والله طريقه سهله وسريعه وزيد بنينه بالبزاف. حطيتها مع عصير الليمون اللي وجدته معاكم، جا بزاف بنين.